بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتكلم على تجادل أهل النار، والحكمة من تجادل أهل النار الكبيرة العميقة اللي في آيات ربنا سبحانه وتعالى. أما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اللي بيدخل النار يعني في تفسير هذه الآيات انك انت اما بتلاقي الحساب خلص واللي دخل الجنة دخل واللي دخل النار دخل، فجأة يلاقوا حد خرج من اهل النار وراح الجنة، فبدأوا يسألوا بعضهم: هو ايه اللي خرجه؟ هل في نبي شفع له؟ هل في شهيد شفع له؟ وهكذا. فبيلاقوا في الآخر انه كان ليه صديق من اهل الجنة لم تكتمل سعادته الا بدخوله معه في الجنة، انه طلب من ربنا يخرجه من النار ويدخل الجنة عشان تكتمل سعادته وهو قاعد في الجنة. وده بيعلمنا درس جميل جدا ومهم جدا وخطير جدا. مش هنقول بقى اللي صاحب ساحب وان المرء على دين خليله والكلام ده، ولكن حتى لو انت خلطت عمل صالح بمعاصي، حاول انك تعرف ناس قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، ناس تدور عليهم يوم القيامة، ناس هيدوروا عليك ولو لقوك في النار مش هتكتمل، وهم في الجنة مش هتكتمل سعادتهم انهم يتمتعوا ويسيبوك متعذب في النار. الناس دي هتشفع لك او هتطلب من ربنا وطلباتهم اوامر انهم يخرجوك عشان تبقوا معاهم مرافقهم في الجنة. أهل النار أما بيقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لقيناش حد يشفع لنا ولا صديق صالح يطلعنا من الموقف اللي احنا فيه. فطوبى لمن كان أبواه من الصالحين، وطوبى لمن كان شيوخه من الصالحين، وطوبى من كان إخوانه وأصدقائه وأقاربه من الصالحين، وطوبى لمن كان أولاده من الصالحين، لأن دول هيشفعوا له يوم الدين. يعني الحقيقة ده معنى عميق جدا لأن احنا دايما نعرف أهل الله ونقرب منهم ويحبونا ونحبهم، لأن دول هينفعونا في اليوم القيامة. ما كانش من باب الحب، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء مع من أحب، فما كانش من باب الحب فمن باب الشفاعة، إنهم يدوروا عليك يوم القيامة وياخدوك جنبهم بشفاعتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.